هو الجواز العرفي ممكن يتحول لجواز رسمي؟ ايوه طبعا ممكن يتحول لجواز رسمي. طب ازاي؟ تابع الفيديو للاخر عشان تعرف كل التفاصيل. ممكن الجواز العرفي يتحول لجواز رسمي في حالة ان احد اطراف الجواز او احد اطراف الزواج ده رفع دعوى اثبات علاقة الزوجية قدام المحكمة المختصة، محكمة الاسرة المختصة. طيب ايه الشرط الوحيد علشان الدعوة دي تبقى مقبولة والاجراءات بتاعتها تمشي؟ ان مفيش حد من اطراف العلاقة الزوجية دي سواء كان الراجل او الست ينكر ان الزواج ده قائم. تمام؟ في الحالة دي بيتحكم بصحة الجواز او باثبات الجواز، وبعد كده الجواز بيبقى جواز معترف بيه. وده طبعا الكلام اللي بتكلم فيه ده وفقا لنص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000. يا ريت يا جماعة انتشار الفيديو ده على اكبر نطاق عشان لو حد عنده نفس المشكلة دي يعرف يحلها وما تبقاش عقبة في حياته. فولو ولايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.